واحنا بندور على اماكن جديده بتعمل سماش برجرز مختلفه في السوق، لقينا المكان ده. والاوريجينال برجر عندهم خطواته بسيطه، بيبداوا بالباترنج بتاع البريوش بان، بعد كده بيحطوا الامريكان تشيز على البرجر وبينزلوا عليها بالليزي صوص، وبينزلوا بكل المكونات دي مع الطماطم والخس في البريوش بان عشان في الاخر يطلع لك الساندوتش ده. انا بحب البرجر سماش ده يبقى في عليه فيه كراست ده، لا جامد. المكان اللي بيعمل البرجر ده هو ليزي برجر، موجود في ذا يارد في الرحاب. وطلبنا من عندهم المنيو كله تقريبا، واول حاجه بدات بيها انا هي الليزي بوي، وده بقى بينزل عليه بجريلد مشروم وبيف بيكن، وده ارشحه بقوه اكتر حاجه عجبتني في المنيو. الليزي بوي ده حلو، وكمان البيكن اللي مستعملينه نضيف، برجر واخد كراست كده خطير بصراحه. برضه كان لازم اجرب من عندهم اكتر ساندوتش بطلبه من اي مطعم، وهو البافلو تشيكن، وهم هنا سيمبل قوي، بيحطوا عليه جبنه وبافلو صوص وبيحطوا عليه رانش صوص. الفراخ حلوه، صوص البافلو بس ايه مش قوي قوي، طعمه مش لاذع قوي، بس لا الفراخ حلوه، الفراخ نضيفه. ونهينا بالامريكان برجر، وده بيبقى عليه خس وبيكلز وبصل وامريكان صوص. ده برضه حلو، اللحمه كده كده عندهم لذيذه عجباني. ودخلنا على الليزي فرايز والاونيون رينجز، واللي بيميزهم ان هم بيستخدموا بصل بجد في الاونيون رينجز. حلوه عامه، دي خطيره. ما نكمل فيها. جامده بصراحه. الكراست حلو الصراحه، عاملينه حلو، لا شابوه مظبوط. حلوه بدي صراحه. ودي بقى الليزي فرايز بيبقى عليها هالبينو وبيكلز وسماش برجر والصوص بتاعهم. والسويت بيكلز بتاعتهم حلوه. حلوه دي، لو جيت تاني هجيبها عمل. ونختم بقى باشن فروت مخيط وميلك شيك نوتيلا. ميكس عندهم حلو وقوامه حلو الصراحه. برضه الباشن فروت سموذي حلو. جربوا المكان، موجود في الرحاب في الذا يارد، وقولوا لنا رايكم.